العكش رايح جاي. واضح كده ان العكش وهو في الساحل بيختلف تماما عن العكش وهو في نبرو. النهارده الدكتور توفيق عكاشة كتب تغريدة قال فيها: الشيء الذي لا يعلمه الجهلاء هو ان أسرة الزعيم الراحل محمد حسني مبارك تجلس الآن تتابع الأحداث وتتوجه إلى الله شكرا وحمدا بأن الظلم والسجن الذي تعرضوا له يظهره الله كإظهار الشمس. أبناء الزعيم مبارك يتابعون ما يحدث الآن في مصر، معتبرين من وجهة نظرهم أن الله يرد لهم حقهم من شعب ظلمهم ومؤسسات ظلمتهم. انتهت تغريدة العكش اللي طبعا رواد تويتر انقسموا حواليها، بعضهم استقبلهم بالسخرية والبعض الآخر استقبلها بإبداء الحسرة على زمن مبارك اللي كان. لكن الملفت للنظر إن الكثيرين اعتبروا تغريدة توفيق هي تمهيد لترشح جمال مبارك للرئاسة، وأحدهم كتب قائلا: كده يبقى الحملة الانتخابية ابتدت وانت أول أعضائها يا عم العكش. الكلام ده خلى توفيق عكاشة يرد بتويتة تانية قال فيها: على فكرة الرئيس مبارك ترك وصية لأبنائه تمنعهم من الترشح للرئاسة، ولكي يعلم الذين لا يعلمون عن هذه الوصية شيء أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك رحمة الله ترك لأبنائه وصية قبل وفاته توصيهم بعدم المشاركة في الحياة السياسية نهائيا، وأن تكون حياتهم حياة أسرية اجتماعية فقط، وأن التاريخ والمولى عز وجل سوف يظهر حقائق كل شيء بما لهم وما عليهم. اللهم ارحم الرئيس مبارك. التويتة بتاعت العكش انتهت، لكن الردود لسه ما انتهتش، واخر رد قبل تسجيل هذا الفيديو كان لصاحب تويتة قال فيها: واضح كده ان العكش وهو قاعد بالمايو في الساحل الشمالي مختلف تماما عن العكش وهو قاعد بالجلابية في بلدهم نبروه. بركاتك يا ساحل يا شمالي. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.